السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة هعمل معاكم طريقة السمك بطريقة بورسعيدي. آه عندنا هنا سمك شبار او بلطي. انا هنا كنت منضفاه وغسلاه كويس قوي. لو حد عايز طريقة التنظيف يكتب لي وانا هجيبه وهنضفه قدامكم. طريقته سهلة جدا جدا في التنظيف يعني. انا دلوقتي بوريكم ان هو متنضف من جوه كويس قوي وغسله حلوة قوي، وهتبله معاكم دلوقتي باحلى تتبيله ممكن تشوفوها. ممكن تدوقوها. معانا هنا كمون وملح وفلفل اسود وتوم وخل. دي التتبيله اللي عندنا، اللي هنتبل بيها السمك. دلوقتي بقى جبت بولة وهبدأ أحط التوم. التوم ده على حسب كمية السمك اللي عندك. لو عندك كمية كبيرة بتكتري التوم، لو عندك كمية صغيرة بتقللي. تمام. وهبدأ أحط بقى الفلفل الأسود والملح والكمون، طبعا ده أساسي في التتبيلة، كمون والثوم. دلوقتي أنا بحط الكمون. طبعا انا بقول الطريقه دي انا عارفه ان انتوا كلكم بتطبخوا، بس انا بقول الطريقه دي للي ما يعرفش. ودي تتبيله البورسعيديه بقى، لان بورسعيد اصل السمك. بس دلوقتي انا بحط الملح، طبعا الملح حسب الرغبه. والتوابل دي كلها حسب الرغبه، يعني انت عايزه تقللي تزودي على حسب كميه السمك اللي عندك. بس وهبدا احط بقى خل. طبعا انت بتعملي التتبيله دي وبتسيبيه فتره في التتبيله علشان تاكلي سمك طعمه حلو. انا دلوقتي بقلب التتبيله كده كلها في بعض عشان المكونات كده كلها تدخل في بعض. يا ريت بقى اللي وصل لهنا الفيديو اعملي لايك واشتراك وتدعموني عشان القناه تكبر بيكم. هنا بقى انا جبت السمكه وجبت سكينه كده. هبدا يعني ايه، بشرحها كده مرتين او ثلاثه كده علشان التتبيله توصل للفص من جوه، وشكل السمكه بتبقى حلوه قوي قوي. بصوا انا بقطعها معاكم اهو علشان التتبيله توصل لجوه السمكه، وعشان لو كبير يستوي بسرعه زي ما انتوا شايفين. بس هجيب بقى التتبيله وهدخلها من جوه في بطن السمكه، وهدعك السمكه كويس قوي بالتتبيله اللي احنا هندبلها بيها. بدعك السمكه كويس قوي علشان السمكه تبقى طعمه كده ولها طعم حلو. وهعمل برضو معاكم الرز الصياديه وشوربه السمك الصياديه اللي بيحبها واللي عارفها. دلوقتي انا بدخل التتبيله في السمكه كلها زي ما انتوا شايفين. هعمل معاكم بقى كام واحده وبعدين هعمل الباقي بقى مع نفسي. التتبيله دي بتسيب ساعتين على حسب، علشان السمك ياخد من طعم التتبيله. بصوا انا دلوقتي بدعك البطن بتاع السمكه، بدعكها بقى من بره وبدخل في الفتحات اللي انا فتحت بيها السمكه. دلوقتي بقى انا عملت بصلايه، هعمل معاكم بقى الرز الصياديه. فرمت بصلايه كبيره وبعدين حمرتها لحد ما بقت غامقة جدا. ما تخافوش، هو ده الرز الصيادية علشان تاكلوا احلى لون، تشوفوا احلى لون للرز، الرز البني. تمام. وهبدأ احط الرز. وهنا برضو كنت بعمل وانا واقفة شوربة السمك، بصلاية برضو غمقتها، وبعدين هنزل بالسمك اول لما البصلة تغمق، وهزود مية وحبهان ورق لورا وبس وملح. بصوا بقى الشكل الرز التحفة ده، رز صيادية او الرز البني. خطير قوي، لازم تجربوه يا بنات.
هنا بقى بعد ما عدى وقت طبعا، جبت بقى السمكية وجبت الدقيق، هبهره كده بالدقيق. الدقيق طبعا انا حطيت فيها بهارات، بس انا المقطع ما جاش، حطيت فيه رشة ملح وفلفل عشان يبقى الطبقة الخارجية حلوة قوي، وهيبقى مقرمش وهيبقى حلو قوي. بس فهنا بقى في طاسة على النار كده، سخنت الزيت قوي، ونزلت بالسمك والزيت سخن. فياريت بقى لو الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك عشان القناة تكبر بيكم، وجربوه السمك بالطريقة دي هتعجبكم جدا، وطريقة سهلة وخفيفة. ولو حد عايز اي فيديوهات يقولي وانا هعملها له. آم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. بصوا بقى يا بنات، والله كانت حلوة قوي، واللون ذهبي ومقرمش، والرز كان خطير، والشوربة، واللي ما يعرفش الشوربة يجربها، حلوة قوي. بس فاستنوني بقى في فيديوهات كتير جاية، واستنوني في فيديو جديد بوصفات اكتر. باي باي.